اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل. اهلا وسهلا حبيباتي الغزالات الميمات الغاليات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مزيانين؟ الامور 5 باش ما تمنيتوا ان شاء الله جمعه مباركه تدخل عليكم بالصحه والراحه وكل ما تمنيتوا يا ربي وبالصحيحه وبطولة العمر. اول حاجه البنات نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب عليه افضل الصلوات والسلام. البنات روتين اللي دائما كنقول لكم نبعث لكم الطاقه والحماس والحيويه والنشاط في الفلوقات ديالي البنات. هنايا البنات كيف ما شفتوا نط مع السبعه يا البنات، الحداقه جاتني وما جانيش النعاس بالصهد البنات، الموت ديال الصهد. اللهم ارحمنا واحفظنا من حراره اليوم يا ربي، يا ربي الطف بينا. المهم البنات هنايا من بعد ما نط مع السبعه شعلت اول حاجه كندير سوره البقره وكندير سوره الكهف واحد الرقيه للدويره ديالي صافي، وكان عجنت واحد المسيمنات البنات هنايا خفن زربانه البنات كيف ما شفتوا. من بعد ما كملت العجينه ديالي ضروري البنات كندور بالبوطاجي ديالي ونقيه ونغسل هذوك المعينات اللي وجدت فيهم العجين، وكانوا عندي واحد المعينات بقاو ليا من الليل صافي البنات باش كترخى ليا ديك العجين فيت في، وكان نكون كملت البوطاجي ديالي ونقيتها وخليت الكوزينه ديالي دائما كتشعل. ما تخليوش البنات الشغل ديال الكوزينه ديال الدار ديال اي حاجه يتراكم عليكم، لان فين ما ماشيين وانتم كتمسحوا وانتم كتحيدوا الغبره وانتم كتصيقوا وانتم كتجفوا قسما بالله الخدمه ديال سميتو الشقه ما كتبقاش متعبه وكيبقى عندكم الشقه خفيف ظريف. صافي البنات انا من بعد ما كملت هاد المعينات ومسحت هذوك مسحت البوطاجي ديالي وهذوك الفيطات حتى همايا صافي هنايا البنات غادي نجي نكور العجين ديالي البنات. قسما بالله عجين صادقه 100%. شوفوا البنات كيفاش دايره كطوعني دايره كلاسيك تابعاني ما شاء الله دغيا كنورق فيها دغيا تحلات ليا. المهم البنات بلا ما نحرق لكم المراحل طيبت المسيمنات وسمنتهم وداك الشيء، وهذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات ديالي البنات. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. مسيمنات اللي جاو غزالين مهويين مفشفشين مورقين البنات ما شهيتكم فيهم. وسمحوا لي الا كانت شي وحده كتوحم، سمحوا لي البنات، وإلا كانت شي وحده
قريبه ليا قسما بالله تجي لعندي مرحبا بك اختي، نوكلك هاد المسمن ولا اي حاجه نتيا بغيتيها. صافي البنات هنايا من بعد ما فطرت، شوفوا البنات الكوزينه نقيه، ما كاين حتى شي حاجه، الميعنات فيت في كنحيدهم، الطبله حتى هي كذلك. هنايا المسيمنات اللي شاطوا لي من بعد ما فطرنا الحمد لله وكلينا اللي كتب الله. هاد المسيمنات هادو غادا نحطهم البنات في الفريغو، والوقت اللي بغيت شي حاجه غادا نجبدها ونسخنها. البنات هنايا بغيت نبارطاجي معكم واحد البلاصه اللي باقا ما خملتهاش، هي اللي غادا نبارطاجيها ان شاء الله معكم، وغادا غتكون فيها الخدمه ديال واحد اليومين. وهذا ما كان البنات. هنا من بعد ما كملت البنات سديت الشرجم لان الصهد بزاف البنات. غادا ندير واحد المعطر ديال الخزامه باش كتبقى ليا الكوزينه ديالي نقيه، ما كتبقاش فيها الريحه ديال الزيت وداكشي، لان منين طيبت راه هويت الكوزينه ديالي. صافي البنات. وهنايا البنات جيت البالكون ديالي، البالكون دايره فيه واحد الحويجات. في الحقيقه منين كيزمط عندي الحال كندخل لهذا البالكون، كندير فيه واحد الكريسي، كنحط فيه القهوه ديالي، كنحط فيه اللي كتب الله كيكه اللي كان الكوتي ديالي كندوزو هنا تا كيبرد الحال البنات، تا كيبرد الحال. ومن بعد وكنبقى جالسه في واحد الجليسه زوينه، وهو يخطر لي على بالي علاش ما نقادش هذا البالكون شي حاجه اللي هي واعره، راه واخا ضويق ولكن هو جاب الطول. المهم هنايا كنت حاطه فيه غير الخضره البصله والبطاطا اللي ما كتدخلش الثلاجه البنات. دايره هاد الخميه هكايا باش منين نجلس ناخذ راحتي، ملي كنجلس كنجرها شويه. مدايره فيها هذاك الشيء ديال السطوله ديال الجفاف حاشاكم، وديال مامر الكوزينه، واحد الكريسات ضروري راه مشوم اللي كنجلسوا فيهم. ايوا قلت اجي وانت نوبتك خاصني نقادك. في الحقيقه يا البنات البالكون شي حاجه اللي هي زوينه في الدار، وحنايا اللي ما كنستغلوش كيف ما خاصو يكون. المهم البنات هنايا غادي نوريكم الشكل، يعني الاطلاله علاش كنطل البالكون ديالي. شوفوا البنات هنايا ما شاء الله، يعني الاطلاله كطل على كاين حدايا الجيران، وكاينه واحد العمارات اللي هما كيتبناو، كاينين الجبال، كاين الخضار، يعني عندك فين تسرحي عينك. هنايا كنت دايره الحديد غير النص البنات، ومنين سكننا وخفت على بنتي جا مول الدار ركب لينا الحديد من الراس الفوقاني حتى لتحت الحمد لله. غير هكا الواحد كيخاف وصافي. المهم البنات نديروا الحذر ديالنا والاحتياط ديالنا. من بعد البنات ما كملت سميتو وريتكم البالكون، غادي نحاول نقادو مزيان البنات. ورجعت معكم البنات الكوزينه، رانا طيبت الكسكسو، ما شاركتوش معكم لان دائما كنديرو، يعني لا داعي للتكرار، فهمتوا؟ باش ما تجيش الحاجه اللي هي ممله. راه ما شاء الله كل دار كل نهار جمعه ضروري من الكسكسو، سبحان الله العظيم. حنايا المغاربه ضروري الكسكسو يكون نهار الجمعه، ما كنديروش كتنحسوا بشي حاجه ناقصه. المهم هنا البنات من بعد ما طاب ليا صافي الكسكسو، هذه راه التصفيره الثالثه، ضفت فيه شويه ديال السمن كنسمو بالسمينه، كيجي غزال البنات. الكسكسو ديالي راه كل واحد كيشكر الكسكسو ديالو، ولكن فغيمون يا البنات الكسكسو ديالي رائع. صافي البنات هنايا من بعد ما كملت غادا نسقي الكسكسو ديالي، وغادا ان شاء الله نتغداو، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وغادا نمشي نبدا مره نمشي لهداك البالكون نقادو، نبدا فيه شويه بشويه، لان الصهد البنات ما نقولش لكم كيرخي البنادم، وانا خاصني نحيد عليا هذاك البالكون ضرني في راسي. هو البلاصه الوحيده اللي بقات لي في الدار ماشي مقاده، يعني مخسره ليا الديكور ديال بيت الناس في الحقيقه، لان انا عندي البالكون في البيت الناس، واخا كنخمم البيت الناس وكنقادو داكشي، مي البالكون كيبقى الوجهه ديالو ماشي تلهي. ولكن غادا نقادو يا البنات، غندير ليه واحد ديكور، غادي نبارطاجي معكم كلشي بلا ما نحرق المراحل. صافي البنات هنايا
غادي نبدا نسقي الكسكسو ديالي وغادي نتغداو. خليكم معايا ما تمشيو فين. وما تنساوش حبيباتي الغزالات انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايكات الزوينين اللي كنحماق عليها والكومونتيرات ديالكم البنات. وإلا كنتي اول مره اختي تشاهدي الفيديو ديالي نزلي ديري سبسكرايب وضغطي على الجرس باش دائما يوصلك الجديد، فضلا وليس امرا. وهنا البنات كيف ما شفتوا من بعد ما تغديت وارتحيت شويه جبت هاد الصباغه هذه ديال الزيت الخاصه بالصدى وخاصه بهاد ديال الحديد. صافي وبديت البنات نصبغ. ما نقولش لكم البنات راه كنصبغ شويه وكنمشي نرتاح شويه لان الدوليو اللي فيها قلبني يا البنات. ما نقولش لكم الله يحسن عوان الصباغه اللي كيصبغوا بشي حوايج اللي هما بزاف وكميات كبيره والبيوته والديور، في الحقيقه الله يسمح لينا منهم. ايوا هذا ما كان البنات. صافي غنبقى مستمره هكايا كنصبغ بشويه وغادا نمشي نرتاح حتى نكمل البالكون ديالي. انا بعد البالكون ديالي البنات راه ما غاديش نشاركو معكم في هذا الفيديو لان خاصو بزاف ديال التعديلات، يعني يلا غنخليه نصبغو خاصو ينشف. من بعد ما غادي ينشف خاصني نمشي نتقدى لي شي ديكورات وداك الشيء ابار الغرس اللي عندي البنات. صافي وغادي نحدق عليه وغادي نشاركو معكم البنات. صافي هنايا البنات غادي ندير غير شويه وغادا نشارك معكم الكوتي ديالي اللي هو ختامها مسك. وفي الكوتي ديالي عندي فيه واحد الحيله اللي بغيت نبارطاجيها معكم البنات. هنا البنات الكوتي ديالي كيف ما شفتوا الكب كيك اللي انا دائما كنديرها بنتي، يعني كتحماق عليها. هي كيك عاديه انا كنديرها هكايا كيكات صغيورين كيجيو زوينين كيجيو هشاشين. المقادير راه نفس الكيك اللي كندير ديال الكوكوط. صافي البنات هنا اللي بغيت نشارك معكم هي هاد الكب كيك راهما ما كيلصقوش ما كيجيو محروقين ما حتى شي حاجه من التحت البنات. لا جيتو تشوفوا ها نتوما كيجيو مفشفشين ومهويين يا سلام سلم البنات. المهم هاد الكب كيك هادو لان الاغلبيه كيقول لك حقا كيشد لينا شويه من التحت كيجيو محروقين في هاد الوريقات ديالهم. قسما بالله شي حاجه اللي هي زوينه. شوفوا البنات كيفاش كتجي الكيك مهويه ما محروقه ما حتى شي حاجه ومقبقبه وكنزوقوها باش ما كان وكتجي هذيك التفرقيعه فيها من الفوق يا سلام. المهم الحيله اللي انايا كنديرها لهاد الكب كيك باش ما كيتحرقوش ليا من تحت هي اللي دابا غتشوفوا في الفيديو. هنا البنات الكب كيك هذه اللي انا وجدتها راه محضراهم قبل بنهار. دائما كنحضر واحد الكميه وكنحطها في الثلاجه البنات على قبل بنتي كتبغيهم وهكا باش ندوزو بهم الكوتي. المهم كناخذوا المول ديال الكب كيك البنات كناخذوا الروز ولا السانطير ولا اللي كان عندنا. انا هنايا خديت السانطير البنات كنوزعها في المول كامل. صافي ملي كنوزعها في المول كامل البنات كنكون اصلا ديجا حضرنا الكيك ديالنا. كناخذوا دوك الكويغطات اللي خاصنا نحطوهم كنحطوهم في هذوك البلايص ديالهم. صافي وكنخويو الكيك ديالنا عادي وكندخلوه الفران البنات. ملاحظه دائما كاب كيك كيطيبوا من الفوق والتحت العافيه شاعله من الفوق والتحت العافيه شاعله باش كيتقبقبوا لينا وكيتفرقعوا لينا وكيعطيونا هذاك المنظر ديال الكب كيك اللي حنا كنبغيوه. ما كيجيوش طافسين لتحت او كيجيو بحال الكيك عاديين يعني خط واحد. ضروري ما كتجي فيهم هذيك التقابقيبه. صافي البنات هنايا من بعد ما كملت هذه القضيه هذه دخلتهم الفران وخرجتهم زينتهم بالكريمه وبشويه ديال الفيرميسيل ديال الشوكولا وبالصحه والراحه البنات. وكان هذا هو الكوتي ديالي اللي انا دوزت معكم اليوم ديال الكسكسو والحداقه البنات. وبالنسبه للعشاء البنات رانا درت شي حاجه اللي هي خفيفه. كيف ما عارفين البنات ملي كيكون كسكسو الصباح يعني كنضطروا ان نديروا شي حاجه اللي هي خفيفه يا البنات العشيوه ديالنا. انا درت البنات سلطه هكايا
متنوعة، فيها الخضرة، فيها الديسير، فيها الطون، كاشير، الزيتون، الفرماج، ايوا وفيها الروز البنات، والمايونيز طبعا مصايباه في الدار ديالي، يعني من صنع يديا وحياة عينيا. ايوا البنات ما بقى لي غنقول لكم خليت لكم الخير حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وفلوق جديد، وغنوريكم الشكل النهائي ديال البالكون ديالي من بعد ما قديت وصيبته بأبهى حلة. ما بقى لي غنقول لكم البنات خليت لكم الخير، الى اللقاء.